عشاق المنتخب. اليوم غادي نحطوا النقط على الحروف، غنوضحوا كيفاش المغرب ولا عقده حقيقيه كطير النعاس من عينين اللي ما قدروش يلحقوا بالركب، وكيفاش قطار التنميه ديالنا ما كيبقاش كيتسنى اللي واحلين في العقليات المريضه بالحقد والسم. كاس افريقيا اللي تنظمات في بلادنا سلخات الجلد على القلوب الكحله والوجوه اللي كانت مخبيه مورا ماسكات خاوه المزوره. واش شفتوا الفرق؟ واش لاحظتوا شكون اللي كيصفق للنجاح وشكون اللي كيغلي بالغل وكيكب في السم؟ حيت فاش كيتكلم العمل كيسكت الحسد. كاين جيران اللي الحقد الدفين عملهم البصيره، بحال اعلام الجزائر وبعض الابواق في مصر اللي عوض ما يحشموا وينحنوا احتراما لمملكه اللي فرضت وجودها عالميا سخروا كل مجهودهم غير للتبخيس والتشكيك الخاوي. فاش كيشوفوا ملاعبنا العالميه وتسييرنا الاحترافي كيجيهم الصرع، حيت كيعرفوا باللي المغرب هرب عليهم بسنوات ضوئيه. هادوك اللي كيسميو النجاح كولاسه والخدمه مؤامره هما في الحقيقه غير كيغطيو على الفشل الذريع ديالهم، حيت الجار اللي كيقابل جارو وما كيقابلش خدمته كيبقى ديما اللور كيحسب النجوم وكياكل في صباعه. وفي المقابل بان تونس الخضراء بموقف اللي فيه الهمه والرقي، ومعها بزاف من خوتنا في عرب اسيا اللي ساندونا بقلب صافي من الخليج حتى للشام. هاد الناس شهدوا بالحق فاش شافوا المغرب ولا هو المسطره ووحده القياس اللي كيتعبر بها النجاح، وهذا الشيء هو اللي كيفرق بين اللي شبعان النفس وفرحان لخوه، وبين الجار اللي عامر غل وقريب لك غير في المسافه، اما في العقل راه بعيد ومحساد. الخلاصه هي باللي المغرب ما بقاش كيتسنى اللي يطبب ليه على كتافه. حنا في الميدان وبالانجازات اللي سكتات كل من تطاول على سيادو. اللي بغى يلحق بينا يتفضل للميدان يورينا حنت يديه، واللي بغى يبقى ينبح في المنابر في الحقود كياكل غير راسو. المغرب غادي بخطى رزينه ومالكنا الغالي والحبيب راسم لينا الطريق، والجواب ديما كيكون فوق التيران ماشي في اللسان. واليوم المونديال القادم هو الهدف ديالنا اللي غيكون الضربه القاضيه اللي غتسد الافواه الجائعه وتوري للعالم باللي المغرب ماشي غير نظم بل سيطر على خريطه الكبار. حيت في الاخر الخدمه هي اللي كتبقى والهضره كيديها الريح.